أكيد شفتوا عناوين قناة الشرقية قبل فترة، ولاحظتوا شلون حاولت تمرير مجموعة أخبار سطحية ما لها هدف سوى إشغال الرأي العام عن الجاي يصير بأربيل. تصدرت شاشتهم معركة على لفة فلافل، وبعدين خبر عن متهم سلم نفسه بميسان، وبعدها مباشرة نشروا خبر كاذب عن المرجعية. كل هذه الأخبار نشرت تباعاً وبتوقيت متزامن مع صعود أخبار تحدثت عن مواجهات مسلحة بأربيل. وربما يتساءل البعض ليش ما نشرت الشرقية بكل قنواتها وصفحاتها خبر واحد عن أحداث أربيل؟ الجواب ممكن يكون صادم للبعض. الشرقية تمتلك مكاتبها الرئيسية داخل أربيل، وهناك اتفاقات مسبقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول طبيعة الأخبار اللي يسمح ببثها عبر قنواتهم ومواقعهم. ولهذا فالتغطية الإعلامية اللي تقدمها الشرقية عن الإقليم مو تغطية حيادية ولا كاملة، وإنما تظهر حكومة الإقليم بصورة مدروسة وتخفي كل ما يضر بهذه العلاقة. بينما ببغداد ما عدها غير مقر صغير تحت الأرض، فندق بابل. باختصار الشرقية تدير خطاب إعلامي محسوب يبتعد تماما عن الحقيقة من يتعلق الأمر بالإقليم، حتى ما يكشف مستوى التنسيق بين البزاز وإدارة حكومة أربيل.